أنا وعيلتي عشنا 17 سنة في بلد ما كانش فيها كنيسة أو اجتماعات. كان علشان نصلي لازم نعمل اجتماعات سرية في البيت، وكان لازم نرنم بصوت واطي، كان لازم عددنا يكون صغير قوي قوي. ففاكرة إني بعد 17 سنة لما جيت مصر وابتدينا إن احنا نحضر كنيسة عادي، كان بالنسبة لي إبهار. كنت ببقى أول واحدة بتدخل الاجتماع وبقعد على أول بنش وبفضل باصة كده للستيج وأنا منبهرة وأنا ممتنة قوي قوي للرب إني أنا عندي الفرصة إني أكون بسمع كلمته وأكون برنم وسط الجسد. فاكرة كويس قوي إني كنت بستغرب لما بسمع صوت ناس لسه واقفة بره ومش راضية تدخل الاجتماع، أو ناس بتشرب حاجة أو بتاكل حاجة ومش عايزة تدخل الاجتماع من أوله. كنت ببقى حاسة إزاي مش حاسين بقد إيه دي حاجة مبهرة إن إحنا يكون عندنا الفرصة إنه نسمع كلمة الله. وفاكرة كويس قوي إنه فات سنين وللأسف أنا نفسي بقيت من الناس اللي بدخل متأخر للاجتماع. ولما فكرت في السبب لقيت إنه الاجتماع فقد تأثيره عليا، لأني فقدت أحس بالامتنان والإبهار بكلمة ربنا اللي بتتقال في الاجتماع، لأني في الحقيقة بسمع وخلاص، أنا مش بديها فرصة إنها تعمل جوايا. ساعات كتير بنعمل كده وإحنا بنتكلم عن عمل الصليب في حياتنا. كل سنة بنحتفل بالجمعة العظيمة، كل سنة بنحتفل ونقول الرب يسوع مات عشاننا، الرب يسوع ادانا حياة، الرب يسوع بذل دمه لينا. لكن في الحقيقة هل احنا عايشين مستمتعين بده؟ هل الصليب مؤثر في حياتنا كل يوم؟ لو ما كانش مؤثر فأكيد النهاردة حضرتك وحضرتك مش حاسين بقيمة القصة العظيمة دي أعظم قصة حصلت في التاريخ، أعظم قصة حب. لكن للأسف إحنا كتير مش بنحس بيها لأننا تربينا في كنايس وتربينا في بيوت مسيحية، فمش بنبقى حاسين بقيمة القصة دي. النهاردة بشجعك وشجعك قبل ما تنزل الكنيسة إنك تدخل مخدعك وتغلق بابك وتقول يا رب، لو قصة الصليب فقدت معناها في حياتي، لو قصة الصليب فقدت الانبهار بيها وفقدت الامتنان إنها حصلت علشاني، النهاردة اسبي قلبي من جديد، النهاردة املاني بحبك من جديد، النهاردة خلي عمل الصليب في حياتي يكون مؤثر كل يوم، علشان كل يوم أكون مبهور وممتن بيسوع المسيح اللي مات عشاني.